ممكن تسمع مزيكا واغاني وحاجات تخلي الواحد يعني النجاسه تدخله بسبب الميوزك. طبعا انتوا عارفين الداون تاون والحتت الكويسه والبتاع اللي بيعملوه ده، الاصوات المريعه المزعجه والمزيكا البطاله وبتاع والحركات الجسديه والرقص والوساخه والنجاسه بضاعه. اعمل ايه؟ يستحيل. طب بس حفله ده فرح، ما عودش ليه؟ ما فيش شركه للقداسه مع النجاسه، عمرهم ما بقوا اصحاب ابدا. دول اضداد. اي فكر، اي واحد بينكت نكته فيها كلام قبيح بص تلاقي وشي كشر وقلبي اتقبض، غير لما ابتسم. اما تبتسم لكلام النجاسه تبقى بتقبل. اي خلطه للنور مع الظلمه، مفيش خلطه. طب يقولوا معقدين، يقولوا زي ما يقولوا، ولا كده فلان ده معقد. ما هو الشيطان كذاب، على جميع الفضائل الكويسه يطلع اسامي وحشه. على القديس الطاهر العفيف الحلو تلاقي الكلام نازل عليه زي الصواريخ. على الانسان المنحل الالفاظ والالقاب يقول لك ده واد مفتح. ده مش فتح، دعمه. الشيطان كذاب. يجي على الفضائل يخفضها قوي ويحط لك اسامي ايه وحشه، ده قفل. ويجي على النجاسات والرذالات والحاجات الوحشه يروج البضاعه. فما يعني ما يخلش عليكم الكلام. على انجس الناجسين الرقاصين والممثلين والبتاع يقول لك ستارز، ده كذاب. عمر دول ما كانوا ستارز. نجوم ايه؟ العالم مليان بالكذب، والانسان اللي مش واخد باله يضحك عليه. عمري ما ببص على دول انهم ستارز منين؟ انا ببص على القديسين انهم فعلا كواكب مقدسه. دول النجوم بتوعنا، دول اللي عاليين قوي في السماوات. بص لهم